عمرك شفت قطة بتبص في زاوية فاضية وعينيها بتتحرك كأنها بتتابع حاجة مش موجودة، وبتتجمد فجأة وودانها بتتحرك في اتجاه صوت انت مش سامعه؟ اللحظة دي بالذات بتخلي أي حد يسأل نفسه، هو القط فعلا شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ من زمان جدا الناس بتؤمن ان القطط كائنات روحانية بتقدر تشوف الجن وتحس بوجوده. لو بتحب الغرائب والغموض اشترك دلوقتي في القناة، لأن اللي جاي أغرب وأخطر بكتير، وده بسبب حواسها الغريبة. في مصر القديمة كانوا بيقدسوا القطط جدا وبيعتبروها حارسة من الأرواح الشريرة، وكانوا بيؤمنوا إن القطة لو بصت فجأة في مكان مظلم يبقى فيه روح موجودة في المكان. لكن ده مش كلام خرافات وبس، العلم كمان عنده تفسير مرعب شوية. القطط بتقدر تشوف في الضلمة أحسن من الإنسان ب6 مرات، وعيونها بتقدر تلتقط الضوء البسيط جدا اللي احنا بنشوفوش، كأنها شايفة عالم تاني كامل حوالينا. كمان بتسمع ترددات صوت فوق قدرة أذن الإنسان، يعني ممكن تسمع خطوات حشرة صغيرة أو أي اهتزاز بسيط في الحيطان. فلو القطة وقفت فجأة وبصت في زاوية يمكن فعلا في حاجة هناك، بس مش شرط تكون جن، يمكن حاجة تانية احنا مش فاهمينها. بس المثير ان في ناس فعلا حصل معاهم حاجات غريبة، زي واحدة كانت بتحكي ان قطتها كل يوم الساعة 3 الفجر بتقوم تبص على نفس المكان وتفضل تتأمل في الهواء، وبعد دقيقة تسمع صوت خفيف جاي من نفس الاتجاه، وبمجرد ما الصوت بيقف القطة تهرب بسرعة كأنها خافت من حاجة. وفي قصص تانية بيحكوا إن القطط ساعات بتهاجم فراغ وبتنط وتخش كأنها في الهواء من غير أي سبب، وفي معتقدات بيقولوا إنها بتحاول تهاجم كائن مش مرئي. العلم لحد دلوقتي ما قدرش يثبت إن القطط بتشوف الجن، بس كمان ما قدرش ينفي، فيمكن الحقيقة تكون في النص بين الاتنين. يمكن القطط فعلا بتشوف حاجة بس مش جن زي ما بنخاف ونقول، يمكن كائنات أو ترددات موجودة حوالينا طول الوقت لكن احنا ببساطة ما نقدرش نشوفها. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاية.